السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. الذهب النهاردة ولع عالميا ومحليا. محليا كده كده زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، في آخر الفيديو اللي فات، وقلنا إن كده كده يعني الدنيا رجعت تاني في مصر كأسعار ذهب تفصل عن السعر العالمي. النهاردة كمان السعر العالمي أعلى سعر تقريبا في تاريخه أو قرب منه. يعني السعر العالمي النهارده للذهب سجلت 1960 دولار للأوقية، دي المعاملات الفورية. سعر الجرام في مصر الآن وأنا بتكلم 2010 جنيه، ده أعلى سعر في تاريخه. الجرام كده في مصر متقيم بكام؟ كده الجرام في مصر أعلى من السعر العالمي ب 300 جنيه، يعني كده بتوع الذهب مقيمين سعر الجرام على 36 جنيه. دي حاجة. هل معنى كده ان الدولار في التعاملات الرسمية هيجيب 36 جنيه؟ الله اعلم. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا كل التقارير بتقول ايه، اللي بيقول لك 35 واللي يقول لك 34 واللي يقول لك ده كله. لكن في مؤشرات ايه هي؟ بعيدا عن الذهب، البنك التجاري الدولي اللي هي شهادات الايداع اللي بيقيسوا عليها بتوع السوق السوداء هنا سعر الدولار، بيشوفوا شهادات الايداع بتاع البنك التجاري الدولي ده اللي هي اسهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن بتتباع بكام؟ التجاري الدولي في بورصة لندن النهارده بدولار و26 سنت. هو قافل كام يوم الخميس عندنا في مصر؟ قافل ب 48 جنيه. اذا البنك التجاري الدولي مقيم بره سعر سهمه ب 38 جنيه للدولار. طفرة كبيرة. المفروض ان صندوق النقد الدولي دلوقتي بيعمل المراجعة بتاعته عشان يصرف لمصر الشريحة اللي هي 347 مليون دولار زائد ال 1.3 مليار دولار اللي هو من صندوق الصلابة والتنمية. كل التوقعات بتاع التقارير، مش كلامي، مش بتاعي، كل التوقعات بتاع التقارير وبتاع البنوك العالمية بتقول ان المفروض ان الدولار الشهر ده يوصل ل 35 جنيه في البنوك. هيحصل مش هيحصل الله اعلم. انا بقول لكم يعني بكشف لكم كل الاوراق بس. لكن كلام التقارير ده بتاع البنوك مع سعر التجاري الدولي بره وسعر شهادات الايداع بره مع تقييم الذهب هنا، وده نفس السيناريو اللي حصل قبل اي قفزه في سعر الذهب في البنوك، كل ده بيقول ان في حركه هتحصل. الذهب ولع عليه عالميا. كل ما بنك يعلن افلاسه كل ما ازمه البنوك اللي بتشهر افلاسها تزيد، وكل ما بنك يطلع يقول لك احنا معناش وخلاص هنشهر افلاسنا، تعرف ان سعر الذهب هيولع. لان هنا المستثمر بيدور على ملاذ امن يحط فيه فلوسه، مش هيروح يحطها في البورصه، ومش هيروح يحطها في سندات الخزانه، ولا هيحطها في حاجه خالص من الحاجات دي. هيحطها في ايه؟ ولا هيستثمر في الدولار حتى، هيحطها في ايه؟ يعني بتكلم عالميا، هيحطها في الذهب. عشان كده الذهب النهارده زي ما قلنا سعره طار عالميا ومحليا. القفزه اللي حصلت النهارده عالميا كان سببها اعلان الشركه القابضه المالكه لبنك سيليكون فالي الامريكي رسميا افلاسها. هي كده اعلنت رسميا افلاسها. دي حاجه. تاني حاجه، ال 30 مليار دولار اللي 11 بنك امريكي قدمهم كدعم لبنك فيرست ريبابليك الامريكي ما عملوش حاجه. ليه ما عملوش حاجه؟ وايه دليلك ان اسهم القطاع المصرفي في البورصه الامريكيه كلها منهاره النهارده؟ معنى كده 30 مليار ما لهمش لازمه. غير ده وغير ده، بنك كريدي سويس رغم انه اعلن انه هياخد قرض 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري، ويمكن البنك المركزي السويسري هو كمان اللي اعلن الخبر، لكن مع ذلك كل التقارير اللي طالعه بيقول لك ان المبلغ ده ولا هيأثر فيه
وغالبا داخل في سكه الافلاس هو كمان. دي تقارير طالعه النهارده. عشان كده الحاجات دي كلها اجتمعت النهارده على ايه؟ على تحفيز الذهب، سعر الذهب، خلي الذهب كل يوم طالع. اتكلمنا قبل كده من قريب وقلنا حتى هو الذهب لما كسر وجاب 1700 جنيه، وانا عملت حوار مع احد التجار زعتوا على حضراتكم، وقلنا ساعتها الناس اللي اشترت ب 1900 ما تخافش، كده كده حتى لو نزل بره انت عندك الدولار هنا سعره بيزيد. طالما بيع سعره بيزيد عندك وقيمه الجنيه بتقل، فكده كده سعرك هيجي اللي انت اشتريت بيه 1900 ولا 1950، فما تقلقش. ما زلت عند رايي، ما زلت عند رايي. الناس اللي اشترت، حتى اللي بيشتروا النهارده ب 2000 جنيه، اللي اشتروا النهارده ب 2000 جنيه، وفي ناس كلموني النهارده وقالوا لي وبعتوا لي على الخاص احنا النهارده اشترينا ب 2000 وب 1970، وبعد ما اشترينا حسينا ان احنا اتسرعنا. شايف انك ما تقلقش، لان واضح ان الدنيا زي ما قلت لكم، واضح موضوع افلاسات البنوك ده مطول معانا، وواضح ان يعني الموضوع مش هيبقى بسيط. يعني تقريبا احنا مقربين من قصه 2008. واضح ان كل يوم والتاني هنعلن او هنسمع عن اعلان افلاس جديد لبنك جديد، اوروبا، امريكا، في الاخر واحد. عشان كده الناس اللي اشترت ذهب ب 2000 جنيه ولا ب 1950 ولا بحاجه، يعني ما تقلقوش، ما تقلقوش. الازمه بتزيد بتاعه البنوك، وفي نفس الوقت قيمه الجنيه عندنا بتقل. لكن هكرر لك الكلام اللي قلته قبل كده، لو تعرف تجيب ذهب من بره مصر يفضل، لان انت عندك 300 جنيه فرق في السعر بين هنا وبره مصر. هتقول لي الجمارك، هقول لك في ناس كتير يعني من رجال الجمارك بيعدوها بالود. يعني ده حد لابس سلسله تقيله كده ولا حاجه، ولا كام غويشه حلوين كده ولا بتاع، بيقول لك خلاص استعمال شخصي وبيعديها. قانونا المفروض اكتر من 10000 جنيه بتتجمرك، ده قانونا، لكن هم بيعدوا يعني في بعض الحالات. مطلب للدوله، مطلب للدوله، تاخد بيه ما تاخدش بيه، انتوا اصحاب القرار. يا ريت تلغوا الجمارك، يا ريت يبقى رسمي الغاء الجمارك على الذهب الفتره دي. الناس عايزه تامن مستقبلها، عايزه تامن مستقبل اولادها. في ناس كتير جدا بره مصر عايزه تيجي يعني تجيب ذهب معاها من بره، وخايفه. خايفه من ايه؟ تقول لك ما انا ممكن يعني مامور الجمرك يقول لك لا هدفع جمارك بتاع، فبلاش. الغوا الجمارك اليومين دول طالما انتوا شايفين ان في جشع هنا من التجار، وسابقين الارتفاعات اللي متوقع انها تحصل في الدولار، وبيقيموا باعلى من السعر العالمي ب 300 جنيه. طلع انت قرار بقى، حتى لو قرار مؤقت لمده 3 4 شهور ولا حاجه. اللي عايز يجيب ذهب من بره يا جماعه يجيب، والغي الجمارك بقى. ما انت كده كده يعني مأمور الجمارك بيقضيها بالحب وبيمشيها، خلاص خليها رسمي، خليها رسمي، وخلي الناس يعني تعرف تأمن مستقبل ولادها. طالما في جشع هنا خليه يجيب من بره براحته، وكده كده هو دهب داخل لك هنا يا سيدي. في يوم من الايام حب يبيعه لاي تاجر هنا، حب يغيره، في الاول وفي الاخر يعني موجود داخل بلدك. بدل ما هو خايف لا عارف يجيب من بره ولا قادر يجيب من جوه، وبيشتري من جوه بالغلا. الغوا الجمارك على الذهب بقرار رسمي لمده 3 4 شهور بس، لحد دي ما تتظبط. ما اتظبطتش مدوها تاني 3 4 شهور، بيدخل لك كام جمارك يعني من الذهب؟ كام؟ كلام فاضي. هتلاقي في الاخر كلام فاضي. مش هقولك على التجار ومش التجار دول قصه تانية، حاسبهم براحتك. لكن انا بتكلم على واحد جاي معاه غوشتين، معاه سلسله، معاه 3 4 سبايك، حتى حجمهم وسط، حجمهم معقول، مش جاي تاجر يعني. اعفيه من الجمارك، اعفيه من الجمارك، ويعني خلي الدنيا يعني تمشي، خلي الدنيا تمشي. طالما في ازمه عالميه كبيره كده وواضح انها لسه مكمله، خلي الدنيا يعني، خلي الناس تاخد نفسها، خلي الناس ترتاح. في النهايه ربنا يكتب لكم جميعا الخير، وتقبلوا من تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.